مسا عليكم وأهلا بكم في قصة جديدة. بس قبل ما أبدأ القصة، البس سماعتك وحضر مشروبك، وأهم حاجة في الفيديو ده طفوا النور. ويلا بينا في القصة. الليلة بتاعتنا هتبدأ لما أنا كنت قاعد قدام البيت بقلب في التليفون، كوباية القهوة في الإيد التانية، والشارع هادي والدنيا جميلة. بس مرة واحدة أسمع لك صوت موتوسيكل يقف قدامي. برفع عيني ببص كده، ألاقي مصطفى هو اللي كان راكب الموتوسيكل ده. لقيته نزل كده وقعد جنبي. قلت له فيها وش خير؟ قال لي اصلا انا جاي احكي لك عن حاجه مهمه. قلت له حاجه مهمه؟ قلت له احكي يا مصطفى. قال لي فاكر عمي كريم؟ قلت له عمي كريم اللي كان شغال ممرض في مستشفى هنا في البلد، وباين كده ان هو اتنقل منها وحاجه زي كده. يا جدع عمي كريم ده شخص في السبعينات من عمره، وانتوا هتعرفوا ليه دلوقتي. قال لي هو كان شغال ممرض بس مش في المستشفى. هو اتنقل، بس يعني مش النقل اللي هو في دماغك. قلت له امال ايه؟ قال لي يا حمزة، يا عم كان شغال ممرض بس كان شغال في مشروعات حلوان. أنا جدي الأرض مشروعات حلوان. قلت له يا مصطفى أنت عمك ده قد إيه؟ عنده كام سنة؟ قال لي أنا أحكي لك كل حاجة. قال لي في سنة 91، اللي هو قبل المشرحة ما تقفل بسنة، عمي كريم كان قاعد في المكتب بتاعه، وقاعد كده بيكتب في ورقة كده. وهو قاعد كده فجأة يسمع لك صوت درج حديد بيتشد. يطلع من المكتب بيلاقي الصوت نفسه جاي من الأوضة أو من التلاجة بتاعة الموت. هنا عم كريم كده اتوتر شوية. قال ده هو لوحده، بس في شيفت لوحده بالليل، مفيش حد معاه. وهو كده اتحرك ناحية التلاجة ودخل جوه. أول ما دخل لقى في درج من الدرج بتاعة الموت دول كان مفتوح. هو جراح عليه جرح، بيقول لنفسه أنا متأكد إن أنا قافل الإدراك دي بإيديا. رجع المكتب تاني وكمل كده في الورق اللي هو كان بيعمله. فجأة مرة واحدة يسمع لك نفس الصوت، الدرج الحديد اللي بيتسحب. هو بقى جه من مكانه، فكر حد بيهزر معاه وكان جاي متعصب. ودخل الأوضة بتاعت التلاجة ديت، لقى نفس الدرج كان مفتوح. بس المرة دي هو لما جه يقرب عشان يقفل الدرج سمع صوت من وراه. هنا أنا لقيت مصطفى سكت كده مرة واحدة. قلت له يا ابني كمل. قال لي يا اسطى الصوت اللي كان سامعه كان همسات حد بيهمس بكلام مش واضح. مرة واحدة كده عم كريم جه لف وراه، ويشوف لو واحد واقف في وشه، إنسان وشه متشوه من كل حتة وجسمه كله متشوه، ويجي صارخ في وشه مرة واحدة. عم كريم جه وجع على الأرض، ورجع يبص تاني قدامه مفيش أي حاجة. طبعا هو اتصدم اللي هو شافه. لف في وشه عشان يبص على الدرج بتاع التلاجة، لقى فيه كلمة موجودة عليه، وهو لما دخل في الأول الكلمة دي ما كانتش موجودة. مكتوب رقم فيها كلمة واحدة بس: أنت سامعني. عم كريم لما شاف كده ماسك الدرج كده بإيديه مستغرب، الكلمة دي مين اللي كاتبها وكتبت إمتى أصلا؟ ومنزل راسه كده ويبص في التلاجة من جوه، يشوف لك منظر ساعتها. جثة جوه التلاجة ديت، عينها كلها حمرا بصاله. فجأة عم كريم يجي ماسك الباب ويجي في التلاجة وطلع جري على المكتب. بس قبل ما يوصل المكتب سمع صوت خطوات كانت جاية وراه. عم كريم اتسمر في مكانه ولف وشه بالراحة وبيبص، لأن في ممرض معاه، بس ده لابس لبس ممرض، لبس قديم، لبس مليان دم. الممرض كان واقف وعوج يعني رقبته سنة،
شكله كان مرعب. مصطفى بيقول لي وشه مكانش فيه وش، ظلام ضلمة سواد بمعنى سواد، مش شايف أي ملامح لوشه نهائي. عم كريم اتوتر أكتر، يجي داخل المكتب ويقفل على نفسه. يسمع له صوت خبط وترزيع، وحد بيقول له افتح لي الباب، مش عارف ايه. بعد كده عم كريم لما لقى الدنيا هدت طلع يبص تاني، ملقاش أي حاجة. كانت الطرق اللي هو كان فاكر كلها فاضية، بس لما بص بعينيه على الشباك بتاع التلاجة بتاعت الموتى، شاف نفس الشخص ورصته جوه التلاجة، بس المرة دي راسه بس اللي باين طلع من الشباك. المنظرها مرعب مرعب مرعب. فمصطفى لقيته بيقول لي من بعديها بقى، انت زي ما انت قلت هو اتنقل، بس هو ماتنقلش، هو هرب من المشرحة دي. مبقاش يطيق يسمع كلمة مشرحة حلوان. بعديها اشتغل في مستشفى تاني، وهو اللي حكى لي القصة ديت أصلا من يومين أو 3 أيام تقريبا. أنا جيت جاي له كده سرحت شوية كده، قلت له بقول لك إيه، ما تيجي نروح المشرحة دي ونشوف عمك كان بيشوفها هنا. فأنا لقيته بره كده بيقول لي أنت عبيط يا اسطى، عايزنا نروح نموت برجلينا؟ قلت له يا عم إحنا هنروح نشوف خالك كان بيشوفها هنا بس، وأنا كمان ليا واحد صاحبي قاعد في عنوان، أروح نقعد عنده يومين ونشوف الدنيا فيها إيه، وأنا هظبط معاه الدنيا. هنا مصطفى قال لي ماشي وبتاع، بس بشرط واحد كمان يجي معانا. قلت له ماشي يا مصطفى، ونجيبه محمد معانا. مصطفى قال لي ماشي، كتب سيبك من في وشه كده، سافر حلو. بس احنا ما كناش عارفين ان القرار ده هيغير حياتنا 180 درجة. وبكده تبقى القصة خلصت. انا اسف يعني ان انا ما بطولش في القصص وكده، بس يعني الموضوع شوية ضغط بس وكده، بس مش اكتر. اهم حاجة بس لو الفيديو عجبك او القصة عجبتك، لايك، سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله في جزء تاني من القصة دي وهتعجبكم أوي إن شاء الله، إن أحداثها يعني حلوة يعني. وسلام.